السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الأعزاء، شاهدوا معي هذا المقطع. انت في راسك شيء؟ لا. من النهاية؟ انا فوق والله ما بين حاجة. الله يسعد راسك. تقدح؟ لا والله. تقدح نعالي حطها في وجهك، تسمع؟ الله يسعد. خلاص؟ الله يسعدك. اتوكل على الله. ولا عاد اشوفك هنا اياه، تسمع؟ تسمع؟ هتقلع. شفتوا لما وصل به الإهانات والكلام، اللهم غراتكم الآن. فتال، هذا الفتال شيخ الفتالين، لكن جاء في الرد من الشاعر أحمد الأرمزي. اسمعوا الشعر، كفي ووفي. اسمع. قال صارت الصفهان واشباه الحريم تعتلي بالقول فوق سيادها، واصبح الشخص المحقر واللئيم يطعن اهل العز وسط اكبادها. والله انه قهر يغرس في الصميم، والحياه ما ترفع الا انذالها. صارت الانذال تنبح في الحليم، والكلب ما عد مشت في حالها. للنذاله في الزمن هذا تقيم، ما اكتفت انها تهز ذيالها. بلغوا سداح والله العظيم لا تجي ارض اليمن ورجالها. كف يدك قبل تقطع بالشريم، الرجال بات دعسك بنعالها. من علينا قد تعدى يا غشيم، يندم انه كلمته قد قالها. من لظى شعري عتصبح كالصريم، نار شعري مستحيل اخمادها. احترم نفسك وافهم يا فهيم، وانحني عند اليمن وابطالها. بان دق الكل والطارف غريم، الكرامة ما حدا قد طالها. واليماني في سم العزة يهيم، فارس والخيل من خيالها. والمثل قال الإشارة للحليم، واليماني كلمته ما عادها. واليماني كلمته ما عادها.